رفعوا السلاح بوجه بنت همسة ماجد اللي هي بعد نعتبرها احنا نقول طفلة صغيرة، يرفع السلاح بوجهها. اني من حالات روحي اني واقفة امي يعني قدامي الام، زين يعني انا مو امي هيك اشوفها بهالمنظر، فاني شفتهم بالشارع انا ظليت الحق وراهم، فدا اقول له عوفها، فهو قاعد يوجه السلاح بوجهي وبكتها، وطبعا الكاميرات اكو موجودة، اهلي كانوا شاهدين على اللي كان دا يصير. انا بس اريد اسال الدولة مالتنا هذا مو يعتبر ارهاب عائلة كاملة، يعني بتخويف عائلة كاملة حتى توصلكم الفكرة؟ مو يعتبر هذا الشيء؟ لو انا غلطان بان رفع السلاح اذا اردتوا تعتقلون شخص ومهما يكون هاي بنية وبعدها طفلة. شوفوا بنت همسة ماجد انا احترمها واحبها واعزها، ليش؟ حكم هي بنية صغيرة بس ما شفنا من عندها ترندات، ما شفنا من عندها اشياء ما حلوة، بس من ناحية يرفع السلاح بوجهها. اين الدولة عن هيك تصرفات؟ الدولة مالتنا وين؟ وبالاضافة مهما يكون بان همسة ماجد هم معتقلوها، بس هي خلينا نقول احنا كنا ويا القانون هيك نريد نمشيها، بس ما توصل لمرحلة على الحكي اللي حكته بنتها من معتقلينها، فعلا هي ما قاتلة حتى توصل لهاي المرحلة من الاعتقال، حتى ما توصل.